لو الشخص اللي انت مرتبط بيه عمل معاك 3 من التصرفات اللي هقولك عليها دلوقتي، فأنا أنصحك إنك تهرب بعيد من العلاقة دي على قد ما تقدر، وما تسألنيش ليه. وأنا آسف لو كلامي ده هيضايقك، بس للأسف هي دي الحقيقة اللي انت نفسك بتهرب منها. لايك للفيديو ده لو انتوا بتحبوا من النوع ده من الفيديوهات، واستنوا المزيد إن شاء الله. أول تصرف وهو إن يغيب غياب متكرر وغياب غامض، انك ما تعرفش تمسكه، تلاقيه طول الوقت بيتحجج بالاعذار والشغل والضغوط كذا كذا كذا. I'm so sorry، بس اللي بيحب حد هو اللي بيلاقي وقت علشان يكلمه. تمام. يعني كون الغياب ده مش عذر قوي، مش عذر كافي. في ناس بتشتغل 16 ساعة في اليوم، بس على الأقل بيلاقي وقت يتكلم فيه وبتحس إن هو عايز يتكلم. لكن اللي بيغيب غياب متكرر ده شخص فاقد الشغف اللي ممكن يخليه يخلق وقت علشان يتكلم. تمام. تاني حاجة وهو القمص، أو زي ما بنقول اللي هو الزعل المفتعل من أدق التفاصيل اللي أنت ممكن تعملها. طول الوقت بيزعل وعايزك أنت اللي تراضيه وأنت اللي تصالحه. تمام. نيجي نبص هنا بقى الموضوع منظور علم النفس. الشخص ده مش زعلان أصلا ولا حاجة، ولكنه حب شعور إن بيلاقي شخص بيراضيه، وبالذات أنت. تمام. فهو مش زعلان، هو حابب شعور إنك حسيت ان هو زعلان فانت بتراضيه. احنا كلنا كبشر عندنا الايجو بتاعنا بيبقى عالي جدا، بنحب نحس ان اللي قدامنا بيحتوينا وخايف على زعلنا. فهو لقاك انت كمصدر للموضوع ده، فبتديله انت الدعم النفسي ده بافتعاله ان هو بيحسسك ان هو زعلان. وده العلماء النفسي بيسموه الابتزاز العاطفي. تمام. تالت حاجة نيجي على النقيض بقى، هو مش بيحس بزعلك اصلا. تيجي انت تعبر له يمين وشمال انك زعلان، تلاقي مثلا اقصى حاجة ممكن يعملها يرضيك بكلمتين، وبعد كده هوب تلاقي الموضوع اتحول خالص. بتحس بعدم الإشباع من الطريقة اللي هو بيصالحك بيها. طبعا ده شيء بيضايقك جدا جدا. وقيس على كده حاجات كتيرة جدا، زي مثلا إنك تحس إن